عيب قوي لما نبقى احنا الدولة الوحيدة اللي واقفة ضد الكيان بكل قوة وبكلمة مسموعة. عيب قوي الناس اللي هي بتلعب من تحت الستار وتقول احنا مع الشعب الاعزل، ومفيش اعمال تسر القلب، مفيش اعمال محسوسة، انما كله كلام ابن عم حديد. يعني لما نيجي نقول الناس اللي بتدعم الحمسوية، جماعة الإخوان، الفرع من جماعة الإخوان المسلمين المتأسلمين، الناس اللي بتدعمهم ليه؟ عشان يطردوا الناس البراءة اللي ما معهمش لا سلاح ولا معاهم لا ناقة ولا جمل يرحلوهم بره البلد عشان خلاص ناويين يذبحوا البقرة. بيساعدوا الكيان على كده. احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي واقفين بكلمة مسموعة، وقفة شرف، وقفة رجال، ومش مش عاملين حساب لأي حكاية، لأن احنا رجال في آخر الزمان. خدوا بالكم يا مستمعين ان المصريين رجال آخر الزمان. بلاش تلعبوا بالألفاظ وتقولوا احنا مع الفلسطينيين بالأونطة. انتوا لا بتعملوا لا يمين ولا شمال، ده انتوا بتروحوا تتدربوا مع الكيان في تدريب مشترك بين القوات. احنا عمرنا ما عملناها، واحنا عاملين معاهدة سلام من سنة 77. عمرنا ما عملنا الحكاية دي اللي انتوا بتعملوها دلوقتي. التدريب المشترك ما بينكم، الأسلحة البحرية والطيران والقصص دي. يا جدعان اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. انتوا مع مين طيب؟ ما هو انتوا لو نعرف انتوا مع مين احنا هنرتاح. لا، قولوا احنا معانا بكل قوة، معاهم بكل قوة. قولوا الكلام ده، ما تتكسفوش، لان اعمالكم بتقول. فلسانكم ما بينطقهاش ليه؟ خايفين من ايه بقى؟ اذا كنتوا مع اللي ماسكين اقتصاد العالم كله. اتقوا الله. وقال ايه؟ مسلمين. وقال ايه؟ مؤمنين. وقال ايه؟ موحدين. لا اله الا الله يا مستمعين.